قرعة كأس العالم 2025 وأي مجموعة ستضع المنتخب الوطني الجزائري في هذه الكأس العالمية التي سنشارك للمرة الخامسة. راح نحكي مع بعضنا على قرعة كأس العالم اللي راح تكون يوم 5 أي يعني يوم غدا الجمعة. راح تكون قرعة في أمريكا وراح نشوفوا أي مجموعات اللي راح تضع جميع المنتخبات العالمية اللي تأهلت لكأس العالم. هذه القرعة دوك نحكي مع بعضنا كل التفاصيل فيها. راح نعطيكم تفاصيل تاع المنتخبات اللي تأهلت، المنتخب الوطني الجزائري أي مجموعة راح يطيح، الاحتمالات اللي راح نقدروا نطيحوا فيهم، وكذلك المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه والعالميه وكل شيء. راح نعطيكم بالتفاصيل كيف راح تكون هذه القرعه، واش راح يكون في القرعه وكل شيء. قبل ما نبداو ما تنساوش تفعلوا الجرس وتشاركوا معنا، خاطر جل المتفرجين اللي شاهدوا الفيديوهات تاعنا ماهمش مشتركين في القناه، فمن فضلكم ليس امرا ان تشاركوا في قناتنا. يلا، هذه القرعه ستكون غدا من ضمن 12 مجموعه، يعني راح تكون 12 مجموعة هذه المرة عكس المرات السابقة اللي كانت فيها 8، لأن عدد المنتخبات راهو زاد. راح تكون عندنا المجموعة الأولى فيها المكسيك، يعني المكسيك هو اللي راح يستضيف المباراة الأولى الافتتاحية لكأس العالم. المجموعة الثانية راح تكون فيها كندا، والمجموعة الرابعة راح تكون فيها أمريكا. هذا هو التصنيف اللي وضعته فيفا من أجل كأس العالم. كذلك راح نحكي مع بعضنا، كاين 4 منتخبات يتجنبوا بعضهم، ما يطيحوش مع بعضهم حتى نصف النهائي في حال تصدرهم لمجموعتين. هذا هو الشرط الوحيد الموجود. المنتخبات هي اسبانيا، هي الارجنتين واسبانيا، ما يقدروش يطيحوا مع بعضهم حتى اذا طاحوا في نصف النهائي. اما بالنسبه للجهه الاخرى فرنسا وانجلترا، يعني حسب التصنيف العالمي فيفا نجد منتخب الارجنتين وكذلك اسبانيا المركز الثاني، الثالث فرنسا، الرابع انجلترا. يعني هذه المنتخبات ما تطيحش في مسار واحد بشرط انه يتاهلوا كاول مجموعتهم. نروحوا درك للشيء المهم وهو المنتخب الوطني الجزائري. عندنا المكسيك تم وضعها، الافتتاح راح يكون في المكسيك، يعني منتخبنا الوطني في المجموعة أو في الشابو الثالث والمكسيك في الشابو الأول. لذلك ممكن أن نطيحوا في مباراة الافتتاح وراح نكونوا ضد المكسيك في أرض المكسيك. دركا راح نعطيكم مع بعضنا المنتخبات اللي تأهلت لكأس العالم، ونعطيكم بالتفاصيل أي شابو 1 شابو 2 شابو 3 شابو 4. نروحوا مع بعضنا نحكيو شوية. يلا نجبد الهاتف خاطر مانيش حافظه العبد ما يكتبش. بالنسبة لشابو 1 عندنا كندا، المكسيك والماريكان، اسبانيا، ارجنتين، فرنسا، انجلترا، برازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا والمانيا. هادو الشابو الاول. الشابو الثاني عندنا كرواتيا، المغرب، كولومبيا، اوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، ايران، كوريا، الاكوادور، استراليا وكذلك النمسا. عندنا في الشابو الثالث اللي فيه المنتخب الوطني الجزائري النرويج وبنما وايجيبت، مصر والجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، اوزباكستان، قطر، السعوديه وجنوب افريقيا. الشابو الرابع عندنا الاردن، كاب فير، عندنا غانا، عندنا كارسو، عندنا هايتي، وعندنا نيوفلزيلاند. وعندنا 6 منتخبات ما زالت ما تاهلتش، 4 راح يكونوا من الملحق الاوروبي وعندنا 2 من الملحق العالمي، يعني والمجموع يكونوا هنا القرعه صاي انتهت. نحكيو على المنتخب الوطني الجزائري. المنتخب الوطني الجزائري ممكن يطيح في مجموعه سهله، مجموعه في المتناول، ممكن يطيحوا في مجموعه صعبه، يعني يكون ترحمنا القرعه نطيحوا مثلا مع كندا، وحنايا في الشابو 1 نقولوا كندا، الشابو 2 طيح معنا ايران ولا كوريا ولا مثل كوريا المره الماضيه، يعني منتخبات نقدروا نتفاوضوا معاهم. ومن بعد الشابو الثالث حنا منتخب شابو رابع، اما كارسو او هايتي او نيوفلزيلاند او الاردن، يعني منتخبات راح نقدروا نواجهوهم ونقدروا نفوزوا فيهم عادي جدا. سيستم هذه القرعه راح نحكيو عليه حاليا. لا يمكن وضع منتخبين من نفس القاره في مجموعه واحده الا اوروبا بحكم انه عندها عدد المتاهلين بزاف، عندها 12 و4 16 منتخب، يعني اوروبا ممكن يتعاودوا 2 في مجموعه. افريقيا، اسيا وامريكا مستحيل، يعني كون يهزوا من الشابو 2 المغرب والشابو 3 يهزوا الجزائر، راح يتم تحويل الجزائر اوتوماتيكيا خارج مجموعه المغرب، وكذلك بالنسبه لاسيا وكذلك بالنسبه لامريكيتين. يعني هذا هو القانون الواضح، ما كانش منتخبين من نفس القاره ما عدا اوروبا يعني ممكن تطيح فرنسا في الشابو 1 ويهزوا ايطاليا الشابو الرابع، ممكن تطيح، يعني ممكن تطيح ثاني مجموعه ناريه، مجموعه تطيح فيها فرنسا ويكون ايطاليا تتاهل الشابو الرابع، وعندنا في الشابو الثاني اما تهز كرواتيا، لا عفوا كرواتيا مستحيل، تهز المغرب، والشابو الثالث نزيدو نهزو كيما نقولوا منتخب اسيوي او امريكي لاتيني، بنما او اي منتخب اخر. يعني ممكن تكون في مجموعات كبيره. عندنا ملحق راح يكون غدوه.
باش غدوة الملحق اللي رايحين يلعبوا فيه كاين 2 ملحقين، ملحق أوروبي والملحق العالمي. الملحق الأوروبي عندنا فيه الويلز الويلز راح يشارك كونتر بوسنا والهرسك، وإيطاليا ضد إيرلندا الشمالية، واحد من هاد المنتخبات راح يتأهل. بالنسبة للثاني عندنا أوكرانيا، السويد، بولندا وألبانيا. الشابو الثالث هادو كل واحد منهم يتأهل، 4 يتأهل منهم واحد. وعندنا سلوفاكيا وكوسوفو وتركيا ورومانيا، هادو يتأهل منهم واحد. وعندنا تشيك وإيرلندا والدنمارك وكذلك مونتينيغرو يتأهل منهم واحد. يعني أوروبا سيكون من يتأهل من هذا الرباعي تعويض العمر، يعني إيطاليا أيضا عندها خوف كبير أنها متأهلش. نروحوا للملحق العالمي. نصف النهائي الأول كاليدونيا الجديدة وجامايكا ضد بعضهم، المتأهل منهم راح يواجه الكونغو الديمقراطية في النهائي. وكذلك عندنا المباراة الثانية بوليفيا وسورينام، المتأهل راح يواجه العراق. العراق راح يواجه أيضا واحد من بوليفيا، يعني يعتبر واحد من أقوى المنتخبات الأمريكية اللاتينية. قرعة راح تكون غدا، راح تكون منقولة في قنوات البين سبور. هذه هي حوصلة على هذه القرعة. كل ما كان في هذه التصنيفات راهو تم على حسب التصنيف تاع الفيفا. للعشرة 12 الأولين راهم راحوا الشابو الأول، 12 الثانيين الشابو الثالث، 12 الثالثين راحوا الشابو الرابع، و12 الآخرين راحوا للآخر. ولكن بعض المنتخبات لأنهم راح يتأهلوا بالملحق تم وضعهم مباشرة في الشابو الرابع. هذه هي الحلقة تاع اليوم اللي حكينا فيها، إن شاء الله تكون تعجبكم تكون فدتكم. ما تنساوش غدوة أعطيونا أنتم احتمالاتكم والله النظرية تاعكم، ولا أعطيونا الجروب تاع الجزائر اللي راح يطيح جروب صحيح ولو فيه 2 منتخبات صحاح وواحد غلط، راح نوضعوه غدا بعد القرعة إن شاء الله. شكرا لكم، نتمنى أنه نالت إعجابكم هذه الحلقة. نلتقي في حلقات أخرى مع بعض.